بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان. اللهم صل على النبي المصطفى ما غردت في الأيك ساجعة الربا. يا رب صل على النبي المصطفى ما أمت الزوار مسجد يثيبا. نواصل ليالينا العظام، ليالينا المباركة التي نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. في ليلتنا الثالثة بحول الله نصحبكم رفقة شيخين جليلين معنا، على يميني باعتمان محمد وعلى يساري هيباوي عبد القادر، لنتحدث عن التربية الإسلامية وثمرتها في الأبناء، حيث أن للتربية فوائد جمة. كما قال الشاعر: هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بالماء المكرمات، وليس النبت ينبت في فلاة كمثل النبت ينبت في جنان، وليس ربيب عالية المزايا كمثل ربيب سافلة الصفات، وهل يرجى لأطفال كمال إذا رضعوا ثريا الناقصات. لو بدأنا معك أستاذ باعتمان محمد حول هذا الموضوع الذي لربما نحن أحوج إليه بكثير في هذا الزمان، ماذا تقول لنا في 15 دقيقة هذا؟ تفضل. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور ما كان سنة حسنة، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وأهل الضلال في النار عاذنا الله وإياكم. بادئ ذي بدء أحييكم معاشر الحاضرين بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نشكر الجمعيتين على هذه الدعوة الفاضلة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتهما في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. لا شك أن هذا الموضوع يحظى بأهمية كبرى في الدين الإسلامي، وأيضا كذلك يحظى بأهمية كبرى عند المفكرين والباحثين النفسانيين. فلطالما وردت أسئلة كثيرة في هذا الموضوع: كيف نستطيع أن نصنع جيلا قويا يؤمن بمعتقداته، قريبا من ربه، بعيدا عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. لا شك أن التربية الإسلامية كما هو بين في الموضوع وثمراتها لا تتأتى أو لا تحصل بالتهاون في تربية الأطفال. فقد ندبنا الإسلام الحنيف لأول خطوة ينبغي أن نخطوها حتى نستطيع أن نقطف ثمار التربية وفوائدها، اختيار الزوجة الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالمرأة أو الزوجة الصالحة تحظى بأهمية كبرى في تنشئة الأولاد وتربيتهم، وأيضا كذلك إشعارهم بالمسؤولية تجاه والديهم، تجاه مجتمعهم، اتجاه وطنهم، واتجاه أيضا كذلك الإنسانية جمعاء. ولا يحصل هذا الأمر إلا إذا كانت كما قلنا هذه المرأة صالحة تقية نقية، تخشى الله تبارك وتعالى في زوجها وفي أولادها وفي مجتمعها. لأن الأم إذا صلح كل شيء.
وإذا فسدت فسد كل شيء لا قدر الله. لهذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم الزوج أن يختار زوجته، كما ندب كذلك الزوجة الصالحة أن تختار زوجها. المسؤولية متبادلة بين الطرفين، فلا بد كما قلت للزوج أن يحسن الاختيار، ولا بد كذلك للزوجة أن تحسن الاختيار حتى لا تكون هذه الحياة عليهم وباء مما هو كائن وحاصل وما نسمعه في دنيا الناس، لا سيما مع كثرة الفتن التي ظهرت في هذا القرن 21، منها الأجهزة المتاحة لدى الأطفال من إنترنت، واتساب، فيسبوك وغيرها. لا شك أن هذه الأجهزة إن لم تحظى بمسؤولية من قبل الوالدين والأم خاصة، لا شك أنها ستبعد الأطفال سواء كانوا ذكورا أو إناثا عن ما يجب عليهم تجاه ربهم واتجاه والديهم واتجاه مجتمعهم واتجاه كما قلت وطنهم. حتى نجني هذه الثمار لا بد للزوج وأيضا كذلك للزوجة تجاه تربية أبنائهم لا بد أن يبتعدوا عن العصبية. العصبية لا مكان لها في التربية. يعني يقول لك واحد روح نضرب الطفل، نشد العصا، نعطيه البط، نعطيه الكود باش يستقيم، هذا الأمر لن يغير من سلوكه ولا مما يجب عليه تجاه ربه كما قلت، واتجاه والديه واتجاه وطنه واتجاه مجتمعه. أول حاجة التي ينبغي للزوجين كما قلنا بعد هذا الاختيار القدوة الصالحة. حتى تثمر هذه التربية وهذه التنشئة لا بد أن يكون للزوج والزوجة أو أن يكون قدوة لأبنائهما. مثلا إذا كان الزوج يدخن، هل يستطيع أن ينهي والديه أبنائه عن تجنب التدخين؟ أبدا، لن يستطيع أن ينهاهم أو أن يجنبهم أو بالأحرى أن يحثهم على ترك هذه السيجارة وهو يتعاطاها أمامهم ووراءهم بكرة وعشية. هذا مثال فقط في القدوة الحسنة التي ينبغي للوالدين أن يتحلى بها. القدوة الحسنة لا بد منها. أيضا كذلك كما قلنا المرونة مع الطفل، مع الفتاة في البيت، لا بد أن نعامله مع معاملة الصديق، مش ديكتاتور اللي دائما هز العصا تاعو على أبنائه. فلن يستطيع إذا كانت هذه السياسة في البيت هي سياسة العصا الغليظة، فلن تنجب ابنا بارا ولن تنجب أيضا كذلك بنتا بارة بوالديها أبدا ولا بمجتمعها. فما كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. لا سيما كما قلت مع أبناء عصرنا ومع أبناء زماننا. ربما احنا كنا نخاف من العصا، نخاف من الطالب، من البط، من العصا ونستجيب. هذا يقول لك الآن الطفل يقول لك اضرب زيد خلاص الإحساس ما بقاش. أصبح هذا الضرب لا ينفع، وإنما الذي ينفع أول خطوة حاجة أن يكون هذا الابن وهذه البنت صديقة لك، لابد صحبة، لابد أن تدخل إلى مكان قلبها وإحساسها وتصل بحسن معاملتك إلى ما يريده وإلى ما تريد هذه الفتاة. لابد أن تصل إلى هذا الإحساس وإلى هذا الشعور، شعور الابن المتهالك الموجود في
في أي مكان في البيت منعزل على نفسه. باش منعزل؟ واش مصاحب البورطابل ولا الآيباد، هذا هو صاحبه. مع الأسف شوف بعض الدول وصلوا لما أدركوا فتنة الهاتف النقال ولا الآيباد هذا فتنته، ولا لما يكون عندهم عزومة ولا عرس ولا أي شيء ممنوع الدخول بالبورطابل، حتى يستطيع الناس أن يتحدثوا مع أنفسهم مع بعضهم ويتجاذبوا أطراف الحديث. وإلا كانت هذه الفتنة اللي هي البورطابل، مع أنه سلاح نتفق أنه سلاح ذو حدين، فيه الخير وفيه الشر، لا يختلف عليه اثنان ولا تنطرح عليه عزان كما قال. هذا الهاتف النقال فيه الخير وفيه الشر، وين ما تمشيه تلقاه، مشيته للخير توجده، مشيته للشر تجده. ومما سبب مع الأسف في عدم التحصيل، سواء كان تحصيل القرآن الكريم أو في المدارس، انشغال الأبناء مع الأسف بهذه الفتنة أو المسمى ببورطابل. تجد الألعاب تلقى الطفل خارج الريزو، خلاص تحدث فيه، تصكي عليه يا فلان يا فلان، والله لن يسمعك، إما حط في ودنه إما مع اللعبة هذيك. خاصة الألعاب هذه المشتركة بين الأولاد، كاين بعض اللعب قليل الوالدين من يتفطن لها، تلقاه داير لعبة مشترك مع 3 ولا 4 ولا 5 مع أصحابه، كل واحد راه بعيد ولكن راهم في لعبة واحدة. شوف الفتنة هذه مع الأسف، وبالتالي تشغلهم عن الصلاة وعن قراءة القرآن وعن المراجعة. والواحد تكلمت خاصة كما قلنا إذا عنفتهم، لا بد أن يكون للعنف هذا غير مقبول وغير مساغ، ولا يتطلب في المعاملة مع الأبناء، لا بد من بديل. قال إذا لقيتك في البورطابل ومكش في الجامع، البورطابل هذا راح ينحي عليك 4 أيام مثلا، نعاقبك. إذا لقيتك داير رسوم متحركة ولم تحفظ شيء من القرآن، ما مشيت للجامع ما رجع دروسك، نعاقبك 4 أيام. إذا ما نفعت هذه قال نوقفك الساعة كاملة توقف، بدون ضرب بدون عياط بدون أي شيء، لازم تعاقبه بديك الحاجة اللي راهو باغيها. أو بالعكس أنك تكافئ من معه من إخوانه وأخواته في البيت، قال لي يحفظ حزب من القرآن عنده مكافأة كذا، اللي يجيب معدل لا بأس به عنده مكافأة كذا وكذا، اللي ما يجيب شيء ما عنده شيء. هذا الذي ينبغي، حتى تكون هذه التربية مثمرة لا بد المعاقبة بالمكافأة، إما نعاقبه بالمكافأة إما نعاقبه بما يريده ولا يستطيع أن يستغني عنه، أما كما قلت تجمع الضرب هذا ولا أنك تهجره ما تكلمه وما تحوص عليه، هذه الأمور حتى تزيد طين بالله وراح يزيد يبعد، وبالتالي سيحتضنه الشارع ويحتضن رفاق السوء، ونولوا نشوفوه هذوك جماعة الأولاد مع الأسف أبوي راقد في الدار وهو راح 3 والزوج ونص والربعة مازال راهو في الشارع، واللي حب يهز السيارة نتاعو يدور جانت كاملة سيجد هذا الأمر في جانت وفي غيرها. على هذا لسوء التربية مع الأسف. لا يطيب للزوج ولا يطيب للزوجة منام وابنهما خارج البيت. كيفاش يجي رقاد هذا؟ يجي رقاد ما تعرفوش، اليوم يجيب لك مصيبة تولي تبكي تجري تحرك تشوف الجاه. بس إذا كان أحسنت التربية ومشيت معه كصديق صاحبته كصديق
لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ونشوف لي ملكة بلقيس، هذه الملكة التي أعطاها الله تبارك وتعالى من الحكمة لما أرسل إليها سليمان عليه السلام كتاب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وين مشات؟ شكون اللي سقسته؟ سقست جيوشها وجندها الذين يمتازون بالقوة والبطش والشدة. هذا واش عندهم؟ واش قالوا لها؟ قالوا لا، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ومن بعد ربي لهم الحكمة قالت أنا نروح نشوف نبعث له سيدنا سليمان عليه السلام هذا نبعث له جائزة، نبعث له دراهم نشوف إذا راه ملك أو نبي. فإن كان ملكا إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. إذا كان ملك فإنه سيقبل هدية، إذا كان نبي فإنه لن يتنازل على مراد الله تبارك وتعالى في الدعوة إليه سبحانه وتعالى. وكان ذلك. واش قال لهم سليمان؟ أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم ساخرون. حكمة فقط. نشوف مع لقمان عليه السلام ما قالوش كيو، قال له يا بني إنها إن تكن مثقال حبة، لقمان الحكيم، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. من بعد قال له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. كرمكم الله. شكون اللي راه يوجه أبناءه منا بمثل هذه المعاني والتوجيهات؟ أحيانا تجد الأب ما شاء الله حريص على المسجد، حريصا لا تفوته 5 صلوات في المسجد، 5 مع الإمام، حريص على قراءة القرآن، لكنه يتجنب اصطحاب ابنه سواء كان بالغ ولا ما هو بالغ إلى المسجد قليل. يا بني أقم الصلاة، أمر بالمعروف، انهى عن المنكر، اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك. كاين بعض الأولاد مش لا يضحك يزيد يطلعك لعب الضحكة، يعني يطلع تمشي، مع أنه قال لك الضحك يميت، هذا الضحك الزايد اللي فيه القهقهة يميت القلب، يجعل صاحبه فاقد الشعور وفاقد الإحساس. فالأبناء أمانة بين أيدينا وسنسأل عنهم يوم القيامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
البو عنده الدور تاعو، والأم عندها الدور تاعها، والمجتمع عنده الدور تاعو، والخال عنده الدور تاعو، والعم عنده الدور تاعو. موش قال واش دخلك يجي الخال ولا يعني جار ينصح، قال واش دخلك؟ أبدا. فالأب يربي، والأم تربي، والأخ يربي، والعم يربي، والخال يربي، والجار يربي، والمجتمع يربي، وكلنا جميعا نربي. كي نلقاو الطفل هذاك فيه مشكل لازم نخبروا به. نلقاو يتعاطى الدخان أو المسكرات أو المهلوسات لأنه راح يعني راح يكون يعني ولد أو ابن فاشل في المجتمع، ما ينفعش. والله يكرمكم الله، إننا لنشاهد على وجوه بعض الأطفال مع الأسف يعني خطرات انت تدمع كي تشوف الوجه نتاعو مسكين كل نهار عنده لون من يعني بسبب تعاطي للمسكرات والمهلوسات، وتلقاه مسكين فاقد العقل، ما ممكن احيانا يتصرف في امور خارج عن نطاقه وماوش فيه روحه خلاص كاع ماوش فيه. بصح طماس قال لك تلقى واحد يكلمك راح يشعل فيه ديريكت. علاه؟ لأننا لم نحتضن هذا الطفل من 0 إلى 12 سنة، ما احتضناش. يعني كل واحد يحط فينا كأب يسأل يعني ولدي هذا من اللي زاد إلى 12 سنة واش درت معاه؟ واش درت؟ لزمته بقراءة القرآن، أمرته بالصلاة وعاقبته عليها ل10 سنين، علمته العلم. صح أحيانا يعني ممكن الإنسان تلقاه يجتهد ولكن الجهاد ناقص، بصح بالنسبة للشرب والأكل والبيت ما شاء الله الله يبارك، تلقى البيت يعني فيلا، الأكل ما شاء الله، اللباس ما شاء الله. بصح الأمور الأخرى ما يبارك الله فيك التي تجعل هذا الابن صالح ونافع لأبيه ولأمه وبارا بهما. لا، لأنه قال لك واحد لازم الآن يخدم على قبره الولد نتاعك هذا. النبي قال لك صلى الله عليه وسلم ما استفاد يعني أمور التي تلحق الميت بعد وفاته من بينها ولد صالح يدعو له، يقول رب ارحمهما كما ربياني صغير. إذا ما اجتهدنا من الآن ربينا هذا الولد باش على الأقل لما نتوفاو يقول يا رب اغفر لي ولوالدي خطيئتي يوم الدين، يا رب ارحمهما كما ربياني صغير، يا رب ارزقهما الفردوس الأعلى كل يوم. لأنه يقول لك أقل حاجة أنك تدعي بها لوالديك بعد وفاتهما 5 مرات، يعني بعد كل صلاة لابد تدخلهم معك في الدعوات. لذلك ابن صالح وهو من البر بعد وفاتهما، فلا بد أن نحرص على هذه الفترة اللي الابن لازم يحتاج لمن يقوم بتربيته وبإرشاده وبتهيئته لأن يكون ابنا بارا صالحا محبوب في المجتمع يقدم الخير ومن أنفع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنفع الناس خيار الناس أنفعهم للناس. هذاك اللي ينفع الناس هذاك هو خير الناس، هذاك الإنسان اللي في المجتمع سواء كان راجل كبير صغير شاب طفل بنت امرأة زوجة كانت نافعة للناس، هذيك خير الناس. خير الناس أنفعهم للناس. شكرا جزيلا على هذه الكلمة المعطاءة والمدرارة والتي بيّنت لنا ما مدى التربية الإيمانية والإسلامية في تنشئة وتكوين الأبناء، ولربما وهي
هذه الكلمات النيرات ذكرتنا بقول الشاعر في قوله: مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: على ما تختالون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه، وينشئ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ولربما لو تساءلنا عن كيف يربي المجتمع أبناؤه وكيف تربي الأسرة بنوها، فنقول أنهم يربونهم جسدا وعقلا وروحا. والإمام هيباوي عبد القادر يصحبنا في نقل هذا التأهيل الأسري في تربية الأبناء. تفضل معنا أستاذ. بسم الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أجمعين. أيها الإخوة الصائمون، أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية نشكر هاتين الجمعيتين الفتيتين يعني الناشطتين على مستوى ولاية جانب خاصة بما تقدمه من أنشطة يعني مفيدة للمجتمع وللشباب بصفة خاصة. هي مشكورة كل الشكر لأنها أداة وصل بين الشباب وبين يعني الأولياء وبين يعني المجتمع بصفة عامة. وكذلك شكر خاص لها أنها يعني اختارت يعني عنوان من الأهمية بمكان، لا وهو يعني حول أثر يعني التربية وتنشئة الجيل، يعني الجيل الصاعد، يعني بما يحقق لهم يعني الخير والمصلحة الفردية والاجتماعية بصفة يعني عامة. يعني ماذا نبدأ؟ الشيخ بارك الله فيه الأستاذ محمد بن عثمان يعني فاد وأجاد يعني أن يترك لنا قولا لقائل، ولكن كما يقول القائل: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. يعني بصفة عامة يعني العملة النادرة اليوم أستاذ عثمان، يعني العملة النادرة اليوم سواء كبار أو صغار، يعني سواء كبار أو صغار، العملة النادرة هو الأدب. الأدب هذا هو الذي يعني ينقصنا، ينقص شبابنا. يعني تكاد حتى يعني نذكر يعني قولا للمشايخ انهم كانوا يقولون تأدبوا ثم تعلموا، تأدبوا ثم تعلموا. ورحم الله من قال: اجعل أدبك دقيقا وعلمك ملحا. اجعل أدبك دقيقا وعلمك ملحا. هذا إشارة إلى أن يعني الأدب لابد يكون هو الشيء الكثير، هو الشيء يعني الذي لابد أن يكون عليه الإنسان ويكون عليه الشخص والشاب بصفة عامة، هو كيانه، هو أول مظهر من مظاهر يعني الرقي والتقدم هو الآداب ومكارم الأخلاق. ولا سيما نحن مسلمين في ديننا يعني دعانا إلى الأدب ودعانا إلى الأخلاق بثلاثة أمور: الحوار والمجالسة والمتابعة. الحوار نبدأ به. فنقص الحوار سواء كان مع الزوجة أو سواء كان مع الأولاد، نقص الحوار نعانيه في المجتمع. يعني من يحاور من يحاور؟ أنت أيها الأب، أنت أيها المسؤول، أيها الراعي لرعيتك، هل فكرت يوما أن تحاور ابنك في موضوع ما؟ هل فكرت أن تحاور ابنتك؟ هل فكرت أن تحاور زوجتك في موضوع يخصه، يخص ابنتك، يخص ولدك، يخص ابني، يخص أخي؟ هل فكرت فيه؟ نجد أيها الإخوة المستمعون نقص الحوار نعانيه في مجتمعنا. يعني كل واحد يقول لك بكري اللي عنده عصارة أراه كسر على راسه، ما تحاورني ما نحاور، ما تشاورني ما نشاور، انت في همك ولا اني في همك. وهذا اكبر الاخطاء
لماذا؟ لأن بالحوار نستطيع أن نخلص إلى نتيجة. وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين كما جاء في الآية. يعني ولا سيما إذا كان البيت يعني يعاني من قلق، يعاني من أمور وضغوط، لا بد مسؤول البيت اللي هو بالدرجة الأولى الأب لا بد أن يقوم بالحوار، يجلس على طاولة، يقولوا طاولة نتاع مفاوضات، يجلس مع الحكومة. قال يا ولدي الابن نتاعنا واش راه يخصو؟ الابن نتاعنا راه يجي لي خبر، يجي لي كلام من الشارع، أراه مع رفقة سيئة، أراه في أمور لا تبشر بالخير. يجلس مع الحكومة. نعرفوا أن الحكومة اليوم راه عندها وسائل ضغط، عندها وسائل تاع يعني تقدر يعني تتوصل بها الابن ولا البنت. انت ربما ما عندكش بصح هي عندها، ولذلك في الطريق راه ولا عليه. قال لي يا ولدي لابد هذا الولد هذا نشوفوا له حل، راه باغي يهرب من يدنا، راه باغي يزيغ، راه به كذا، نشوفوا. إلا يخصه مال نعطوه مال، إلا يخصه امرأة نزوجوه، إلا يخصه عمل نشوفوا له شركة ولا نشوفوا له كذا، نسعاو وجوه الخير وناس الخير وأحباب الله ياسر. يعني لابد نشوفوا له المشكل اللي راهو فيه، ما نخلوش الأمور هكذا سبهللة يضيع منا. كما قالوا بكري ضاع الزيت وضاع البغل وضاع الزيت، ما بقى شيء. فهذا يعني يولي احنا اللي رانا نكتووا بتلك النار، نكتووا بتلك النار حقيقة. فالحوار، غياب الحوار يا اخوة المستمعون من الأهمية، بل من الدرجة الأولى، ولا سيما إذا بلغ الشباب يعني سن الرشد. لابد سواء الابن ولا البنت لابد أن تصل إلى طاولة مستديرة، خصص شهر واحد برك دير طاولة مستديرة مع الحكومة. قال يا ولدي نشوفوا واش كاين، هذا الابن هذا واش راه يخصو، ما هي النقائص، ما هي الأمور التي يعانيها، ما هي الضغوطات. ربما عنده ضغوطات ربما عنده تهديدات من الخارج، ربما عنده تهديدات من الخارج، اصحابه ولا يعني بفعل يعني خارج يعني النطاق نتاعنا وحنا ما نعلمناش، والديه ومربين وعطيناه الدم نتاعنا وعطينا اللي عندنا وحنا ماناش فايقين. لابد نعرفوا واش كاين. تعال يا ولدي واش عندك، وين راه المشكل اللي عندك؟ كاين اللي راه ضاغط عليك برا، كاين امور راهي ناقصتك، واش اللي خاصك؟ لا ربما في خضم هذه الحوارات ربما الشاب هذا راه عنده طموح لا صغير وانت ما لبيتوش، ربما لا 100,000 ولا 200,000 تعطيها ليه يقضي بها صوالح، راك نحيت المشكل يولي يقترب منك، ربما يقترب منك هو راه باغي لا 100 ولا 200، ربما دار عرضه مع اصحابه، عرضوه اصحابه وهو راه باغي يعاود لهم الكره باش يروحوا يعرض جاره ولا راجل ولا فحل ولا باس عليه، وانت راك مضيق عليه، ربما لا 200,000 تعطيها له ولا 100,000 تحل له المشكل نتاعو. راك شوف سبحان الله راك خليته يقترب منك. لان علاش هاد الامور يا اخويا الاكارم راه يجي قطره ورا قطره، وحده ورا وحده، راهو يمين وحده ومن بعد يولي يسكر عليك الباب، لا، وانما اليوم يحسب لك الشهر هذا راه ما كان والو، الشهر الثاني ما كان والو، العام هذا ما كان والو، من بعد يولي يسكر خلاص، يعزلك، يولي خارج تغطيه بينه وبين ابيه وبين امه وبين اخواته، خلاص يدير جدار، يقول هادو راهم خلاص ما نقدرش نتفاهم معاهم، لا يعطوني العافيه. بهذا الفهم الخاطئ يعني كأننا رانا عالجنا خطأ بخطأ، بدل ما نجيبوا حبل نكروه هذا الولد هذا نكروه نجبدوه، اعطيه الحبل هو راه غرق كذا كنا في المستنقع، اعطيه الحبل نقزو بعدا نقزو قربتو حداك، ايوا ذاك الوقت يا خويا ولدي اش باغي المال، انا مفرسي لك في الكونت نتاعك 20 مليون، ولكن وريني الشطاره نتاعك 20 مليون 100 مليون دارك في الكونت تاعك، خاصك المراه زوجه راهي كاينه متعمد، ولا منك باغي نشوفوا لك خارج الولايه ولا لا هنا قريب كاين الخير الحمد لله الله يبارك ما شاء الله كل شيء كاين. واش باغي زاد؟ هذا هو متطلبات راهي الشاب راه الحمد لله ربما بسيطه، ربما راهي لحدك الحل راه لحدك، ربما في الدار كاع ما تخطاش كاع، ولكن حينما يغيب الحوار ما يتمد ليه حبل ما يمد لك حبل،
ينقطع داك الحبل نتاع الوصال. قال لي ولدي بويا راه مو جايبه فيا وخويا مو جايبه فيا وعمي مو جايبه فيا، خلينا منهم كاع. انا اللي درت عليه بالخط العريض، انا درت عليهم بالخط العريض، ما نتحاور معاهم ما يتحاوروا معايا لا يخطوني. يولي يلقى الاشرار وما اكثرهم في زماننا هذا، يلقاهم برا، تعال عندك الصحيه ولي يخطيك منهم. دوك هذا ابيك راه ما لا ياكل الحبه نتاعو تاع الدواء او ما عادش يفهمك كاع، يا ودي راه هذا او عايش في العقليه تاع الخمسينات، ماهوش عارف اليوم البورطابل ما على بالوش والفيسبوك والانترنت. اخطينا منه كاع، يقول لي يا ودي روح عندي اروح لي الدار كاع، بات عندي وكول واشرب، اخطيك منهم كاع. يولي مسكين خلاص يقول يا ودي انا هذا راه يحل لي المشاكل تاعي، انا كنت في ازمه هو اللي يشوفها كيما هكا، لانه الله غالب. الغريق قال لك حتى بقشه يتشبث بها، حتى بقشه يقول لك هذا راه بخير من الدار كاع. انا لقيت في هذا صاحبي، هو يسميه صاحب، هو من الاشرار يسميه صاحب لانه احتواه. يولي يشري ليه الدخان، يولي يعطيه مره 50,000 60,000 100,000. يوري مره يقول لي يا ودي نروح نسافر، يخلص ليه الفياج. مره في رمضان مثال يخلص ليه البيتزا، يخلص ليه قلب اللوز. هذا يقول راه حد عليا ابن بويا وخويا وكذا، ما لقيتهمش هاد الامور، ما لقيتهمش في الدار نتاعك. تبعهم انت البو نتاعو مسكين يلقى من عام لعام يجري وراه. هذا كيجري يا ولدي لخطونا خلاص. إذا نرجع ونقول إن غياب الحوار مشكل، غياب الحوار وفعلا من يتحاور مع ابنه، من يتحاور مع الولد نتاعو. حنا قلنا جيب الحكومه يا سيدي للدار، الحكومه عندها وسائل ضغط، اي تعرف ابنها وتعرف بنتها، البنت تاعها اكثر منك، حنا على بالنا يتعرف اكثر منك. فانت استعين، دير دبلوماسيه سيدي، كاين دبلوماسيه والله، دير دبلوماسيه. قال يا سيدي اليوم السي الاخر عبدو لابد نديروا ليه حاجه، هذا رمضان جاء وهذه عواشير وهذا الاخر راه هارب كذا منا، لابد نديروا ليه حاجه. حاول لربما كما قلنا شيء بسيط تجد الحل وتقرب ربك يقترب. الامر الثاني ياخذ كان من الوقت يداهمنا، قضيه يعني الرعايه، يعني التنشئه يعني تنقسم وتنشق الى شقين، رعايه وتربيه. هذه التنشئه رعايه وتربيه. حنا خدينا الرعايه صح، ولكن التربيه ما كاينش. الرعايه كاينه كما قال الحاج محمد بعد ما الله يبارك فيه، قال لك تجي للدار تلقاها فيلا، الفايونس كل عام تتبدل الصالون، هادو الكنابيات، هادو فرشان، هادو ما يعرف واش، هادو كراسه. ولينا تجينا سنه كاع الى جا رمضان الحاجه الجديده، الحاجه اللي كانت كاينه نحوها كاع وجيب من السوق، تجار باغي لا السبه كاع ولاو داروها باللي راهي سنه كل رمضان تتبدل الكوزينه ويتبدلوا المغارف ويتبدلوا الكيسان ويتبدلوا الفرشان ويتبدلوا كذا، لابد كل عام كاع ولا السنه مؤكده كاع، اللي ما دار هكاك راه ما شاف رمضان. يعني كل شيء متوفر الحمد لله في رمضان. الاكل الطعام ما لذ وطاب، يجي الولد الحمد لله اللي يبغاه اللي يشتهي يلقاه، الماكله اللي يقول باغي حاجه يلقاها واجده على الطبق موجوده، اي ماكله اي شراب يشتهي كاين الحمد لله، هذا خير الحمد لله، الحمد لله سبحانه وتعالى كل هذا. احنا باغي نوصلوا اننا وفرنا لاولادنا كل حاجه، كل خير كاين، ولكن وين الحاجه اللي ما فكرناش فيها؟ التربيه الروحيه ايها الاخوه، غذينا لهم الاجسام تاعهم، التغذيه تاع الجسم موجوده، ولكن التغذيه تاع العقول وتاع النفس وتاع الروح هي اللي رانا نسحق وايد في الكلام. وسمحين على كل حال، هذه راهي عامه ولا البلاء راه عام، البلاء قال لك اذا كان ينزل الناس كامل، هذه من انفسنا وتاع المجتمع سيدنا. اننا احنا اعطيناهم الغذاء تاع البدن تاع الجسم، ولكن ما اعطيناهم الغذاء تاع الروح تاع العقل. راهي الطابله متنوعه، هذا البوراك، هذا الشيبس، هذا البارود، طاجين الحلو، كل شيء كاين، ولكن لا يهز الولد من الطابله يرفد روحه من الطابله، ابوه ما يقول روح الطراوه، روح اسمع الامام واش راه يقول. الغذاء تاع الروح حنا نتكلموا عليه، الغذاء تاع النفس تاع العقل،
ولا يديه معايا صاحبه كاع، ولا سيما اذا كان بالغ ما شاء الله شاب، قال يلا يا اباتي يا والحذاء تاعك، يبوس له الراس نتاعو ويعطيه العكاز نتاعو، يلا اصطحب باباك، يلا نمشيو للجامع، يلا يا ولد. البو ما يقولها لولده والولد ما يقولها للبو، كل واحد راه هز عصا على راسه، خلاص الماكله هذا هي الماكله، فاذا طعمته فانتشروا. الماكله رانا كملناها، ولكن وين الغذاء الروح؟ وراه الغذاء تاع النفس. شكون اللي يقول ولده يلا نمشيو للجامع نجيبوا الطالب اش راه يقول كاينه موعظه. اليوم رايك درتوا الاعلان شيخ، درتوا الاعلان تاع اللقاء هذا غذاء الروح هذا، وين هو؟ نتاسف على عدم الحضور، ورا الحضور. انا نشوف ولا الشيوخ ما شاء الله يبارك فيهم، ولكن اين معشر الشباب؟ دوك راح تروح له عند هذيك النفيخ هذيك اللي راهي تنفخ له، تلقاها معمره، الغاشي مع عندك وين تحطيه؟ الغاشي صراحه تبعوا الشيطان، هذا يدرك الشيطان سهله، ولكن هو غذاء الروح. شكون يقول يا ودي راه الجمعيه تاع غروفه راهي دايره محاضره وجايبه ائمه، يلا نسمعوا لها، يلا نسمعوا لها، بالك ندوا كلمه، بالك ندوا نصيحه ولا نفيدوا الناس، هذا غذاء تاع الروح. اذا احنا التنشئه تاعنا اخذينا بالرعايه ولكن ما خذيناش التربيه الروحيه. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته؟ اشحال تسعى لخدمته؟ كم تسعى لخدمته يا خادم الجسم؟ اشحال انت راك ولد بني ادم اصلا، الله سبحانه وتعالى جعل الانسان ياكل لا حاجه خفيفه تكفي من الطعام والشراب. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب ابن ادم لقيمات يقيمنا صلبه، لا حاجه خفيفه يكفيه، ولكن اللي ما يكفي لازم من الغذاء. يا خادم الجسم كيف تسعى لخدمته؟ اقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فانت بالروح لا بالجسم انسان. نعم فانت بالروح لا بالجسم انسان. نعم احنا بالارواح بالنفوس بالعقول، يعني يكون الانسان يعني على درجه وعلى مرتبه وعلى مكرمه يعني عظيمه عند الله سبحانه وتعالى. زيد يا شيخ الاخلاص، لا تترك الوقت، نخاف نزيد لاني نكمل عليه، نزيدوا 10 دقائق. اذا الامر الثالث الى اخوتنا الكرام الاحتواء، وربما هضر عليه الشيخ الاستاذ عجمان. الاحتواء وين راه الانسان اللي راه يحتوي الولاد نتاعو؟ الاحتواء شوفوا يبلغ ما شاء الله، بلغ مبلغ الرجال او البنت بلغت مبلغ النساء، ولكن الاحتواء ما كاش. اللي عنده عصا راه كسر على راسه، يقول لك هذا كبر ولا راجل خليه يعرفني كاع يخطيني انا، هاك الكروسه هاك الدار نزوجوك نعطوك المراه نعطوك كذا خلاص اخطينا. لا بد اذا من الاحتواء. الاحتواء معناه يعني النصيحه ويعني التوجيه والترشيد في التربيه، هذا هو الاحتواء. ربما صح راه بلغ مبلغ الرجال ولكن الخبره ما عندوش، بلغ مبلغ الرجال ولكن ما عندوش يعني كسب الناس، ما يعرفش كيف يكسب الناس. يلزمك توجهوا، يلزمك تعلموا، يلزمك ترشدوا. لأن علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحة. اسمعوا الناس، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس الإبل في الصحراء تلقاها ياسر، ولكن وينها اللي تصلح باش تمقل عليها تحط عليها وتنفعل وتكون طواعية في يديك؟ تلقى واحدة ولا 2%. هكذا الناس الرسول صلى الله عليه وسلم شبههم كالإبل المئة لا تقدر، باش تلقى 100 واحد، باش تلقى واحد فيه ينفع لازم تغربل كما يقولوا الغربله، لازم تغربل مليح تمحص ولا يمحص الله. هكذا الشاب يخرج المجتمع راه بلغ مبلغ الرجال ولكن لا يعرف، يحط عند هذا الثقه ويحط عند هذا وربما يتبع هذا ويتبع هذا، ولكن هو ما عرفش، عن بالو الناس كاع صح، عن بالو الناس كاع ما يقلي لاباس عليهم. هنا يجي الاحتواء، دور تاع الاب، توجيه والاسترشاد. يا بني الناس راهم مش كاع كيف
الناس راه معادن، كاين اللي ذهب وكاين اللي فضة وكاين اللي حديد وكاين اللي ما يصلح حتى لا دخان. الناس راه مش كاع كيف توجهوا. يبقى الشاب يعرف بأن الناس فعلا معادن، بأن الناس فعلا هذا له وهذا عليه، هذا رجل ب100 رجل ب1000 رجل كأوف كما يقول الحكيم، رجل بأوف 100 كأوف إلى غير ذلك. فأنت هذا هو دورك أيها الأب الكريم، أيها المسؤول وأيها الراعي، يعني أنك تسترشده وتوجهه وتنصحه. النصيحة لا تألو جهدا في نصيحته إلى الممات، إلى الممات، ولو أنك تبكيه. فرحم الله الذي أبكاني لكن الخيرات قد هداني، وخاب من أضحكني بالباطل. خاب الولي والمسؤول والراعي والأب الذي كان لا يضحك لولاده، إلى جابوا الشينة يضحك، إلى داروا الزينة يضحك. خاب من أضحكني بالباطل. سبحان الله، كما كان يقول الشيخ البوي، إلى جاب الحاجة الزينة تقول الناس إذا أحسنوا أحسنتم وإن أساءوا تقول لهم أسأتم. يعني أقرب الناس إليك الأبناء، لا بد في وقت يعني ليحسنوا فيه لا بد أن تكرمهم، أن تكرمهم، لا بد أن تشجعهم. في الوقت الذي يسيء ما كاش لما يسيء، ما كاش لما يخطأ، خير الخطائين التوابون. ولكن عند الخطيئة لا بد أن يعني على الأقل الوجه تاعك يصفر الوجه تاعك، باش تبين لي بلي راني مانيش قابل هذا الشيء اللي جبته ولا اللي درته ولا اللي قدمت عليه ولا اللي سمعته عليك في الشارع. يصفر وجهه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان كما كان يقول الصحابه رضي الله عنهم اذا غضب يعني راوا يعني احمرار وجهه وراوا ذلك الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، ولا يغضب الا عندما تنتهك حرمات الله سبحانه عز وجل. ولذلك حتى هذا الولي إذا كان يعني رأى من أبنائه ما يستحق الغضب فلا بد يغضب. رأى من أبنائه ما يعني يحسن ويسر النفوس فلا بد أن يؤتي ذلك بالسرور وبالرحابة وبالتشجيع. وهذا هو الاحتواء فعلا، أنك أنت محتويهم مهما بلغوا من أعمارهم ومهما بلغوا يعني في حياتهم من الوقت. الحقيقة لا يسع. تفضل أستاذ، كان سؤال لك. أشكركما جزيل الشكر على هذه الكلمات النيرات وهذه المداخلة الجد هامة خصوصا في زماننا هذا. ولربما نسينا أن بر الأبناء لآبائهم قبل أن يكون لا بد أن يكون هناك بر يسبق هذا البر، وهو البر المنسي، هذا البر الذي يقع على عاتق الآباء. فالآباء لا بد عليهم أن يبروا أبنائهم ثم يطالبونهم بالبر. فتلك القصة التي وردت من عمر بن الخطاب حينما أتاه رجل يشتكي ابنه قال له قد عقني ابني، ويعني لا يبرني هذا الابن الذي أنجبته. فعندما سمع عمر بن الخطاب من ابن ذلك الرجل قال له قد عققت ابنك وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. فهذا الابن لربما اختار له امرأة غير صالحة وسماه اسما غير صحيح أو غير صالح هكذا، وسلك به مسالك إعوجاج ومسالك نسأل الله تعالى أن يقينا مصارعها. وكما قلت شيخنا بأن النفس لا بد أن تتكون على خصال جميلة كما قال الشاعر صن النفس واحملها على ما يزينها تعش سالما والقول فيك جميل ولا ترين النفس إلا تجملا نبى بك دهر أو جفاك خليل وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد عسى نكبات الدهر عنك تزول. فنسأل الله تعالى أن يحفظ أبناءنا ويربيهم على أحسن تربية. ونشكركم جزيل الشكر.